السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الشهادة الإعدادية تالتة إعدادي، إن شاء الله النهاردة هنستكمل حل كتاب الواجب. هنحل في يونت 1 بارت 2 بإذن الله. نبدأ كده مع بعض. أول سؤال أول حاجة بيقول لك my brother أخويا is a يكون إيه artist يعني فنان. بعد كده قال he draws يعني بيرسم amazing portraits. amazing portraits يعني لوح مذهلة أو جميلة جدا. يبقى أخويا فنان إيه؟ bored يعني يشعر بالملل أو شاعر بالملل، ولا ugly يعني قبيح، ولا creative يعني مبدع. أخويا هو فنان مبدع، يبقى creative artist. لكن الأخيرة strange معناها غريب. سؤال رقم 2 when you have an interview. when هنا جاية بمعنى عندما. you have يعني تمتلك أو تمتلك. an interview لما يكون عندك interview. you should be يعني ينبغي أن تكون إيه. لما يكون عندي interview أكون ashamed يعني خجول، ولا confident يعني واثق. هي دي confident يعني واثق. سؤال 3 I always أنا دائما not my clothes الملابس بتاعتي. أنا دائما بعمل إيه في الملابس بتاعتي؟ in front of يعني أمام the mirror المرآة. بعمل إيه في الملابس بتاعتي أمام المرآة؟ damage يعني بحطم أو بكسر. wash يعني بغسل الملابس قدام المراية؟ أكيد لا. adjust يعني يضبط أمام المرآة، يبقى adjust my clothes in front of the mirror يعني بضبط أو بظبط الملابس بتاعتي أمام المرآة. before يعني قبل. going out يعني الخروج، يبقى بظبط لبسي قبل المراية قبل ما أخرج في المراية. cut يعني يقطع، طبعا ما تنفعش. سؤال رقم 4 new students يعني الطلبة الجديدة. should يعني ينبغي عليهم أو يجب عليهم not to their new school quickly. new school quickly يعني المدرسة الجديدة بسرعة. يبقى الطلبة الجديدة إن هم المفروض يعملوا إيه؟ avoid يعني يتجنب، ولا identify يعني يتعرف أو يتعرفوا على المدرسة الجديدة بتاعتهم. أيوة فعلا يتعرف. identify يعني يتعرف. adjust معناها يضبط، وguide معناها يرشد. إما الطلبة هتتعرف على المدرسة الجديدة بسرعة. 5 I felt يعني شعر بي، فبيقول I felt يعني أنا شعرت بإيه يا عم؟ of myself يعني في نفسي. شعرت بإيه في نفسي يا عم؟ when I يعني عندما I introduced يعني قدمت my project يعني المشروع بتاعي جيدا. شعرت إن أنا إيه لما قدمت مشروعي جيدا أو بطريقة جيدة. شعرت إن أنا ashamed يعني خجول، ولا proud يعني فخور، ولا angry غاضب، ولا amazed يعني مذهل. شعرت ان انا proud، وبراود بيجي بعدها حرف جر of، فبقول لك proud of يعني فخور بيه. proud of معناها فخور بيه، وده مصطلح شهير جدا هيقابلك كتير جدا. proud of I'm proud of يعني انا فخور بيه. سؤال رقم 6 a confident person. confident يعني واثق، وperson يعني شخص. لما اقول لك confident person يعني الشخص الواثق في نفسه is someone يعني هو شخص ما. هو يعني الذي إذا جاءت هو في وسط الجملة، لو هو لقيتها في نص الجملة ترجمها بمعنى الذي أو التي، وبتيجي مع العقل. يقول لك إن الشخص الconfident يعني الواثق في نفسه ده بيبقى إيه؟ their abilities يعني قدراته. abilities يعني القدرات. الشخص الواثق في نفسه ده بيبقى إيه بقى؟ unsure يعني غير متأكد في قدراته، ولا ashamed يعني خجول أو يشعر بالخجل، ولا feels sure يعني متأكد، ولا confused يعني مرتبك. والله الشخص الواثق ده بيبقى feel sure يعني متأكد في ايه بالظبط؟ في الابيليتيز يعني القدرات.
سؤال رقم 7. أول حاجة the suffix معناها اللاحقة، واللاحقة هي عبارة عن حروف مضافة إلى نهاية الكلمة. فين الكلمة اللي هحط عليها لاحقة؟ هنشوف أنهي لاحقة من دول تتحط للكلمة. بيقول لك إن اللاحقة دي turns يعني تحول the verb decide، بتحول الفيرب decide إلى into يعني إلى noun يعني اسم. أنهي واحدة من الاختيارات بتحول كلمة decide إلى اسم؟ والله decide معناها بالعربي يقرر. decide لو هنحولها لاسم فبيبقى اسمها decision، والdecision يعني قرار. فهو شال الدي وحط مكانها SION. المفروض اني بدور على الION او SION، يبقى الاجابه بتاعتي دي ION عشان تتحول الكلمه decide الى اسم فتبقى اسمها decision يعني قرار. سؤال رقم 8. احمد was كان from school يعني من المدرسه. كان من المدرسه. he was not present معناها يحضر او يقدم، يعني لم يحضر. not present يعني لم يكن حاضرا. احمد كان بقى؟ كان absent يعني غائب، ولا attendant يعني حاضر؟ لا، هو كان غائب absent، لان هو قال لك he was not present. he was not present يعني هو ما كانش حاضر هناك. سؤال رقم 9. he didn't refuse معناها لم يحضر. لم يرفض. didn't refuse يعني refuse يعني يرفض. didn't refuse يعني لم يرفض. to attend يعني يحضر بقى. attend هي اللي معناها يحضر. he didn't refuse to attend يعني ما رفضش انه يحضر my wedding party الى الحفلة بتاعتي. معنى كده ان هو هو ما رفضش انه يحضر، يبقى اكيد حضر. ما هو بقول لك didn't refuse to attend يعني لم يرفض ان يحضر، يبقى معنى كده ان هو حضر. طب حضر او قبل بقى يعني accepted يعني قبل، harmed يعني ضر، took يعني اخذ، shaped يعني شكل. يبقى هو accepted يعني قبل الدعوة بتاع الفرح. سؤال 10. what is your favorite؟ هو المفضل عندك في الويب سايت؟ ويب سايت يعني موقع. هو الموقع المفضل عندك؟ to get information عشان تجيب منه معلومات. اختار challenged يعني في تحدي او تحدى، ولا trusted يعني موثوق فيه. يبقى هو الموقع الموثوق فيه. يبقى what is your favorite trusted website يعني هو الموقع المفضل عندك الموثوق فيه عشان تجيب منه معلومات. سؤال رقم 11. it's your parents يعني والديك. اللي من خصائص والديك؟ لان دي apostrophe s او s apostrophe فدي ملكية. اللي من خصائص والديك؟ to provide food يعني يقدموا الطعام او يمدوك بالطعام، and a place والمكان to their children to live in لأطفالهم live in يعني يعيشوا فيه. دي من من خصائص في الوالدين؟ courage يعني الشجاعة، من شجاعة الوالدين ان هم يقدموا الطعام والمكان اللي عايشين فيه، ولا responsibility يعني مسؤولية، ولا notice يلاحظ، ولا choice اختيار؟ مسؤولية. parents responsibility يعني مسؤولية الوالدين ان هم يقدموا لك الطعام والمكان اللي هتعيش فيه. رقم 12. you must attend يعني تحضر. must attend يعني انت لازم تحضر your exam الامتحان بتاعك. tomorrow يعني غدا، لازم تحضر امتحانك غدا. ليه يا عم لازم احضر الامتحان غدا؟ قال له you have no يعني ليس لديك other يعني اي ما عندكش اي trust يعني ثقة، ما عندكش اي ثقة، ولا tasks يعني مهمات او مهام، ولا choices يعني بدائل او اختيارات. طالما قال له انت لازم تحضر الامتحان بكرة يبقى have no choices يعني ما عندوش اي اختيارات او بدائل. والاخير actions يعني افعال. سؤال 13. he not my invitation يعني دعوتي and promised
ووعد أو وعدني to attend يعني يحضر، وعدني إن هو يحضر my party الحفلة بتاعتي. يبقى هو إيه للدعوة بتاعتي؟ rejected يعني رفض، ولا refused يعني رفض، ولا accepted يعني قبل؟ هي accepted، قبل الدعوة بتاعتي. disagreed الأخيرة يعني لا يتفق أو لم يتفق. 14 people يعني الناس، who يعني الذين. الناس الذين إيه بقى؟ have faced يعني واجهوا. الناس اللي واجهوا إيه؟ in a positive way يعني بطريقة، positive يعني إيجابي، way يعني طريقة، positive way طريقة إيجابية. الناس اللي هم واجهوا إيه بطريقة إيجابية have shown يعني أظهروا a lot of strengths يعني القوة. الناس اللي واجهوا إيه بقى بطريقة إيجابية وشافوها بطريقة إيجابية وأظهروا قوتهم. confidence يعني ثقة. الناس اللي faced يعني واجهوا الثقة بطريقة إيجابية. ولا challenges يعني تحديات، ولا games ألعاب، ولا differences يعني اختلافات. الناس اللي واجهت تحديات، صح؟ واجهوا تحديات بطريقة إيجابية قد أظهروا قوة. سؤال 15 نقط personal identity يعني الهوية الشخصية. مالها الهوية الشخصية؟ means يعني تعني understanding يعني فهم، بتعني فهم. that we all have different يعني كلنا لدينا اختلاف. ايه بقى في الهوية الشخصية بيعرفك ان احنا لدينا اختلاف؟ اول حاجة damaging يعني دمار او تدمير او تخريب. polluting يعني تلويث. الهوية الشخصية هو اللي بيبين كأنك بتفهم ان عندنا اختلافات. ولا respecting يعني احترام الهوية الشخصية. ولا hurting يعني جرح، انك تجرح الهوية الشخصية. ولا احترم ولا ألوث ولا دمر. respecting يعني احترام الهوية الشخصية، ده اللي معناه ان انا بفهم ان احنا مختلفين عن بعض. يعني كل واحد فينا ليه شخصية، فانا لما افهم شخصيتك وانت تفهم شخصيتي يبقى انا هفهمك وانت تفهمني، وبالتالي يبقى الحياة تستمر. فهمتك فهمتني يبقى احنا نكمل، ما فهمتكش ما فهمتنيش يبقى احنا مش هنكمل. سؤال 16 I should يعني ينبغي علي نقط on يعني على. my strengths يعني نقاط القوة، نقاط القوة بتاعتي. and accept وأقبل my weaknesses يعني نقاط الضعف. يبقى أنا إيه على نقاط قوتي وأقبل نقاط ضعفي؟ try يعني أحاول على نقاط قوتي، ولا focus أركز على نقاط قوتي، ولا hold أمسك، ولا run أجري. focus في عندنا مصطلح مشهور جدا جدا اسمه focus on يعني أركز على. focus on أركز على. I focus on my strengths يعني أركز على نقاط قوتي and accept my weaknesses وأقبل نقاط ضعفي. سؤال 17 showing يعني إظهار، respect يعني احترام. إنك تظهر احترام and being يعني تكون، caring مهتم، have helped يعني ساعد، helped me يعني ساعدني إني بكون محترم وبهتم، build يعني أبني، ساعدني إن أنا أبني إيه with others. with يعني مع، و others يعني الآخرون أو الآخرين، ساعدني إن أنا إيه أكون مع الآخرين. الأولى dishonesty يعني عدم الأمانة، مفيش أمانة. shyness يعني الخجل. trust يعني الثقة. happiness يعني السعادة. إن أنا أبني إيه مع الناس؟ أبني عدم أمانة ولا خجل ولا ثقة؟ أبني ثقة، يبقى trust ده يخليني أبني ثقة مع الناس. بإني أكون إيه؟ respect يعني بحترم أو احترام، وإني أكون caring مهتم، ده ساعدني إن أنا أبني الثقة مع الناس. سؤال رقم 18 I joined يعني انضم أو انضميت an English summer course لكورس للإنجليزي صيفي
to not my skills. skills يعني مهاراتي in English في اللغة الإنجليزية. أنا رحت سمر كورس في الإنجليش عشان أحسن مهاراتي أكيد يعني. damage يعني أدمر. improve يعني أحسن. reduce يعني أقلل أو يقلل. harm يعني أضر أو يضر. يبقى أنا رحت علشان أحسن مهاراتي. يبقى improve. سؤال 19 I have been trusted يعني أنا موثوق فيا by my teachers بواسطة معلميني because يعني لأن أو بسبب I complete لأني أكمل my tasks يعني المهام اللي عليا بأكملها إيه يا عم؟ slowly يعني ببطء بيثقوا فيا عشان بخلص الحاجة ببطء ولا honestly يعني بصدق ولا lazily يعني بكسل ولا carelessly يعني بإهمال. بيثقوا فيا علشان أنا بخلص الحاجة بصدق honestly. رقم 20 achieving يعني تحقيق. تحقيق إيه بالظبط؟ between men and women بين الرجال والنساء is very important ده مهم جدا. at work يعني في العمل. nowadays يعني هذه الأيام. تحقيق إيه بين الرجال والنساء هو اللي مهم. disproof يعني عدم الإثبات ولا shyness يعني الخجل ولا fairness يعني العدل بين الرجال والنساء. هو ده fairness يعني العدل بين الرجال والنساء. fairness معناها العدل. 21 a not need يعني يحتاج. ايه اللي يحتاج؟ to be curious يعني أن يكون فضولي. to look for لكي يبحث عن. the recent news يعني آخر أو أحدث الأخبار. مين اللي ممكن يدور على أحدث الأخبار؟ dentist يعني طبيب الأسنان ولا journalist يعني الصحفي ولا الدكتور ولا الفارمر؟ هيكون الجورناليست والجورناليست هو معناها الصحفي. ده هو اللي له علاقة بالنيوز يعني الأخبار. 22 it's great يعني إنه عظيم. that أن you feel أنك تشعر بإيه among يعني بين. تشعر إيه بين your classmates يعني أصدقائك في الفصل. عظيم إنك تشعر بإيه؟ accepted يعني مقبول ولا refused مرفوض؟ أكيد accepted. accepted يعني مقبول. refused يعني مرفوض. rejected يعني مرفوض برضو. disappointed يعني محبط. لا أنا حاجة كويسة إن أنا great يعني عظيم إن أنت تشعر بإنك accepted among your classmates ما بين أصدقائك في الفصل. سؤال 23 my mother has beautifully جميل. أمي عندها إيه جميل؟ which الذي أو التي she got حصلت عليه from يعني من her mother من والدتها. يعني أمي عندها إيه جميل جابته من أمها هي كمان. when she got married يعني تزوجت. جابت إيه من والدتها لما اتجوزت؟ أمي خدت إيه من أمها لما اتجوزت؟ jewelry مجوهر حاجة زي الخاتم كده يعني. planets كواكب ولا questions يعني أسئلة ولا park حديقة أو يركن. أكيد خدت منها jewelry مجوهرات. خدت منها خاتم مثلا أو حاجة. to act يعني لكي تمثل. honestly يعني بصدق. means يعني عشان تمثل بصدق أو تتظاهر بالصدق. ده معناه إن أنت تكون إيه بقى؟ popular يعني مشهور and funny ودمك خفيف ولا honest أمين and fair وعادل. أيوه هي دي أمين وعادل. honest and fair أمين وعادل ده اللي هيخليك honestly يعني صادق أو بتتصرف بصدق. 25 to في أول الكلام معناها لكي إيه بالظبط؟ ده بيبقى someone يعني شخص ما. means يعني تعني. لكي إيه إنك شخص ما تعني. you believe يعني تؤمن. بتؤمن إيه بقى؟ بتؤمن بحد. and can depend on يعني تعتمد. بتؤمن بحد وبتعتمد عليه. يبقى ده اسمه إيه؟ help يساعد ولا trust الثقة ولا discover يكتشف ولا accept يقبل. trust الثقة. معنى إن أنا بثق في حد يبقى ده أنا أؤمن بيه وفي نفس الوقت بعتمد عليه. دي أسئلة السافكس والبريفكس.
اول حاجه دي مش السفكس والبريفكس، ده الميكس، ده سفكس وبريفكس على معنى الكلمه ومضادها. سينونيم يعني معنى، بيقول لك ذا سينونيم يعني معنى كلمه سبورتيف. سبورتيف يعني داعم، فهو عايز واحده من الاختيارات بتساوي كلمه داعم في المعنى. فانا اشوف انهي كلمه في الاختيارات نفس معنى كلمه داعم. الاولى ديستنت يعني مسافه، ولا encouraging يعني مشجع او تشجيع، ولا weak ضعف، ولا missing يعني فقد. supportive يعني داعم بتساوي التشجيع اللي هو اسمه encouraging. رقم 2 the antonym. antonym يعني عكس او مضاد. عكس كلمة accept يعني يقبل، هو عايز عكس يقبل. عكس يقبل receive يعني يستلم، ولا welcome يعني يرحب وعايز عكس يقبل، ولا reject يعني يرفض، ولا agree يعني يوافق. والله أنا شايف عكس يقبل يرفض يبقى reject. رقم 3 to turn يعني تحول، لكي تحول الفيرب read into a noun، لا تحوله لنون لاسم، بتحط عليه في الآخر add يعني تضيف. بتضيف suffix ايه؟ suffix يعني لاحقة. بتضيف suffix ايه في الآخر؟ لو عايز تحط على read حاجة فهتحط عليها er، والاي ار هتحولها لك الى ريدر. ريد يعني يقرأ، لو حطيت عليها اي ار تبقى ريدر يعني قارئ. رقم 4 تحولت لاسم كده ريدر. improve يعني يحسن. كل انك بتحسن وايه بالظبط have the same meaning. same meaning يعني نفس المعنى. انك تحسن وايه ده ليه نفس المعنى. damage يعني تدمر، تحسن وتدمر دول ليهم نفس المعنى. ولا reduce يعني تقلل، تحسن وتقلل دول ليهم نفس المعنى. ولا develop يعني تطور، تحسن وتطور دول ليهم نفس المعنى. ولا harm يعني تضر ليهم نفس المعنى. والله improve يعني يحسن بتساوي كلمة يطور، يبقى يحسن ويطور دولت have the same meaning يعني ليهم نفس المعنى. 5 the suffix IVE. بنحط ال IVE in the word على كلمة supportive. كلمة supportive معناها بالعربي داعم، والكلمة دي تعتبر صفة، لأنه أي كلمة آخرها IVE أو FUL فالكلمة دي تعتبر صفة. هو بيقول لك بقى إيه؟ makes يعني بتجعل الكلمة إيه؟ بتجعلها صفة، لأن أي كلمة آخرها IVE أو FUL فتبقى صفة. تعال نشوف كده. adjective الأولى يعني صفة، هي دي. noun يعني اسم، adverb يعني حال، وverb يعني فعل. وبالتالي يبقى أنا عايز الادجكتيف يعني الصفة، لأنه الاي في اي بتحول الكلمة إلى صفة. الديالوج اللي عندنا ده هو خاص بيونت 1. بيقول لك two students يعني طالبين are role playing a conversation، عاملين conversation about personal identity يعني عن الهوية الشخصية، عاملين محادثة عن الهوية الشخصية. أول حاجة بيقول لك student A يعني الطالب رقم A بيتكلم مع الطالب رقم B. الطالب A بيقول له hi you look happy today، شكلك فرحان النهاردة اوعى. فرد التاني عليه قال له yes أيوة I have learned يعني تعلمت something يعني شيئا ما new يعني جديد about myself عن نفسي. اكتشفت حاجة حلوة جدا عن نفسي. اكتشف ايه يا عم؟ مش عارف. رد صاحبه قال له ذاتس كول، جميل جدا. فراح سأله سؤال. فرقم 1 عايزك تعمل سؤال. عشان اعمل سؤال في الديالوج لازم ابص على الاجابه اللي تحتيه واشوف لو الاجابه فيها يس او نو. لو الاجابه فيها يس او نو يبقى هبدا السؤال بتاعي بفعل مساعد زي الام والاز والار والدو والداز والديد والحاجات الحلوه دي. اما لو الاجابه ما فيهاش ولا يس ولا نو يبقى لازم تبدا باداه استفهام الاول وبعد كده فعل مساعد. فانا بشوف، يلا هنبص على الاجابه هنشوف
هل الإجابة فيها يس أو نو؟ تعال نبص. المفروض إن يس أو نو يتكتبوا في الأول. لقينا في الأول بيقول I have learned يعني تعلمت، that يعني أن I am unique أن أنا مميز، and strong وقوي. اتعلمت أو عرفت إن أنا مميز وقوي. هل الإجابة فيها يس أو نو؟ لا. لو كان فيها يس أو نو كنت بدأت السؤال بتاعي بفعل مساعد، ولكن طالما الإجابة ما فيهاش ولا يس ولا نو فلازم أحط أداة استفهام في أول السؤال، زي ما أو ماذا، زي أين، زي متى، الحاجات اللي احنا عارفينها دي. هو بيقول له أنا تعلمت عن نفسي إن أنا كذا كذا، وده ساعدني إن أنا أشعر بالثقة. يبقى التاني هيقول له إيه؟ ماذا أنت تعلمت؟ اتعلمت إيه عن نفسك؟ أنت جاي تقول لي إن أنا فرحان عشان عرفت حاجات عن نفسي، فأنا هسأله وأقول له ماذا تعلمت؟ فلازم أول حاجة أجي في الأول أجيب له أداة استفهام اسمها ما أو ماذا، يعني وات، عشان أقول له ماذا أنت تعلمت. بعد ما تجيب أداة الاستفهام لازم بعدها على طول تجيب فعل مساعد. وعلشان أجيب فعل مساعد فالأفعال المساعدة سجل ورايا الام والإز والآر، والماضي منهم ووز ووير، وبعد كده هاز وهاف وهاد والدو والداز والديد. دي الأفعال المساعدة. وفي أفعال ناقصة تاني بس مش موضوع النهارده. بص كده على الإجابة وشوف هل الإجابة فيها فعل مساعد من الأفعال المساعدة اللي قرأتها لك دلوقتي؟ جامد اللي يعرف يطلعه. هيلاقي إن هاف موجود في الإجابة، والهاز والهاف والهاد دول أفعال مساعدة. الهاز والهاف والهاد دول أفعال مساعدة. الهاف موجود بس موجود في الاختصار بتاعه وهو الأبوستروفي في. لما تلاقي أبوستروفي في إي هي بالظبط كأنها هاف، وبالتالي يبقى الفعل المساعد موجود عندك هو كلمة هاف. يبقى أنا كده جبت أداة الاستفهام، بعد كده الفعل المساعد. عايز أقول له ماذا أنت تعلمت، فلازم أجيب الفاعل. بعد ما أجيب الهاف دي أحطها فوق، لازم أخد الفاعل اللي هو آي اللي موجود قبليها. والآي لما بناخده في المحادثات بنطلعه يو عشان أقول له ماذا أنت، فهو يرد عليا يقول لي أنا. فلما تلاقي آي حولها إلى يو، يبقى what have you. عايز أخد بقى كلمة تعلمت دي أطلعها فوق زي ما هي what have you learned، يعني ماذا تعلمت. فقال له I have learned تعلمت that I am unique and strong إن أنا مميز وفي نفس الوقت قوي. فرح صاحبه قال له that's great يعني عظيم، ده حاجة جامدة قوي. it's also important يعني مهم. to act honestly يعني بصدق. بيقول له مهم ان انت act يعني تتصرف او تمثل بصدق او تتصرف بصدق. فرقم 2 راح سأله سؤال. اعرف ازاي السؤال بيتعمل؟ بص على الاجابة. لقينا في الاجابة بيقول له it means يعني او يعني being يعني ان تكون honest يعني امين and having strong values وhaving يعني تملك أو تمتلك strong values يعني قيم قوية. بص بيقول له يعني أنك أن تكون كذا كذا كذا. طالما قال له في الإجابة it means يعني يبقى السؤال ده هيقول له ماذا يعني، أو قصدك إيه؟ ماذا تعني؟ أو ماذا يعني ذلك؟ طب ماذا أول حاجة يعني إيه؟ what، فتجيب what. أول حاجة جبنا what، يبقى what. وبعد what لازم أجيب فعل مساعد زي الام والإز والآر والووز والوير والهاز والهاف والهاد والدو والداز والديد والأفعال الناقصة اللي هي زي كان وكد وشال وشد، بس دول مش موضوع النهارده. يبقى أنا لازم أجيب فعل مساعد. طب هل في فعل مساعد من اللي أنا لسه قايلهم دلوقتي؟ يعني هل هنا في ام أو إز أو آر أو وز ووير أو هاز وهاف وهاد أو دو وداز وديد؟ لا مفيش. وإذا لم تجد فعل مساعد يا حبيبي استخدم يا إما الدو يا إما الداز يا إما الديد. يعني لو بتجيب فعل مساعد بعد أداة الاستفهام وما لقيتوش في الإجابة استخدم يا إما الدو يا إما الداز يا إما الديد.
استخدم انهي واحد من الثلاثه؟ اي واحد وخلاص؟ لا، ما ينفعش استخدم اي واحد، لازم ابص على الجمله اللي عندي علشان اعرف استخدم الدو ولا الدز ولا الديد. طب ابص على ايه في الجمله بالظبط؟ قال لك بص على فعل الجمله اللي هو في الاغلب بيكون تاني كلمه. فعل الجمله، لان الجمله عندنا في الانجليزي بتبدا بفاعل وبعد كده فعل، فهنبص على الفعل ده. هيطلع الفعل ده له 3 اشكال على قد الدو والدز والديد. هيطلع ليه 3 اشكال. رقم 1، يا اما يطلع في المصدر، ولو طلع في المصدر استخدمه دو. رقم 2، يا اما يطلع اخره حرف الاس. رقم 3، يا اما يطلع في الماضي زي اللي اخره اي دي. يعني احنا هنبص للفعل ده means، هيطلع يا في المصدر يا اخره اس يا اما اخره اي دي مثلا، او في التصريف الثاني غير منتظم مثلا. بص كده على مينز هتلاقي اخره حرف الاس، وبما ان طلع اخره حرف الاس يبقى الفعل المساعد بتاعك does. يبقى what does. وبعد كده اخد الفاعل اللي هو it اللي هو جاي في الاول خالص، وبعد كده اخد كلمة يعني mean. what does it mean؟ يعني ماذا يعني؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ what does it mean؟ ماذا يعني؟ فقال له it means يعني being honest، أن تكون أمين، and having strong values، وعندك قيم قوية. رد عليه صاحبه وقال له I see، أنا فاهم. It's important to be true، من المهم إن أنت تكون true يعني صادق to yourself مع نفسك. فرد صاحبه وقال له سؤال بيبدأ بكلمة is، وis دي من الأفعال المساعدة، وإذا بدأ السؤال بفعل من الأفعال المساعدة برد عليه يا إما بيس يا إما بنو، لأن is في أول الكلام معناه هل. is it important يعني هل هو مهم that you feel accepted، إن أنت تشعر بإنك مقبول. يعني هي دي حاجة مهمة إنك تشعر بإنك مقبول؟ أكيد طبعا حاجة مهمة. يبقى تقول له يس. وانت بتعمل يس قدامك كذا طريق، انا هقول لك وانت اختار اللي انت عايزه. يا اما تقول يس شور يعني نعم بالتأكيد، يا اما تقول يس اوف كورس يعني نعم بالطبع، يا اما تقول يس وتعمل مقص ما بين از وات. يعني ممكن تقول يس از ات اللي هم جايين في الاول خالص دول هتخليهم ات از، يس ات از. اختار واحدة من الثلاثة، يا إما دي يا إما دي يا إما الثالثة. اختار الأسهل ليك، والثلاثة صح طبعا. يقول له يس شور نعم بالتأكيد، أو يس اوف كورس نعم بالطبع، أو ممكن يقول له يس ات از يعني نعم يكون. 4، آخر النقط حط لك علامة استفهام فعايزك تعمل سؤال. الإجابة بتاع السؤال بيقول له when يعني عندما، people الناس، عندما الناس أو لما الناس feel accepted بتشعر بأنها مقبولة، their confidence يعني الثقة بتاعتهم، grows يعني تنمو أو تكبر. في ناس لما بتحس إنها مقبولة في المكان ده بيبقى عندها ثقة في نفسها. فهو سأله قال له إيه بقى؟ ممكن يقول له مثلا إمتى الواحد يحس إن هو مقبول، أو بيقول له مثلا كيف how، ممكن يقول له هو كويس. فهو لما قال له هل هو مهم انك تشعر بانك مقبول، قال له قال له طب ازاي؟ هاو كيف؟ ممكن اكتب هاو واسكت، وممكن اكتب اقول له مثلا when يعني متى، اقول له when، او ممكن اقول له ما السبب، ممكن اقول له ما السبب اللي هو بيقول what is the reason يعني ما هو السبب. كل ده صح. فرد عليه قال له الناس لما بتحس انها مقبوله their confidence grows، الثقه بتاعتهم بتكبر. ممكن على فكره اقول له why يعني لماذا، كل ده صح. اقول له ليه؟ مش هو قال له في الاول هو مهم ان الواحد يكون يشعر ان هو مقبول؟ رد عليه قال له ايوه. قال له طب ليه؟ why. او ممكن كمان بص يقول له why is it important. Why is it important؟ يعني ليه مهم؟ Why is it important؟ ليه الكلام ده مهم؟ ليه مهم ان الواحد يشعر انه مقبول؟ فراح قال له بقى السبب لما الناس بتشعر انها مقبولة their confidence grows،
الثقه بتاعتهم بتزيد. هيرد ده اخر حاجه يقول له ايه؟ تخيل انا بقول لك ليه الناس بتحس انها مقبوله، ليه الناس عايزه تحس انها مقبوله؟ قال له علشان ثقتهم تزيد. يبقى يرد يقول له ينهي المحادثه، يقول له شكرا مع السلامه، يبقى يقول له ثانك يو او يقول له ثانكس. ثانكس، ممكن اقول ثانكس، ممكن اقول ثانكس الوت، شكرا كتير، شكرا كثيرا. القطعه دي فيها مشكله فمش هنحلها. خش على الجرامر. I haven't visited Alex. ما زرتش اسكندريه not I was 10 لما كان عندي 10 سنين. بص، لما كان عندي 10 سنين فنحدد لك بالظبط السن بتاعه سنه، او عندي 10 سنين فهو محدد لك الوقت بتاعه، يبقى بدل فور شيلها وحط السنس منذ ان كان عمري 10 سنوات. رقم 2 في الجرامر، لو خدت بالك هتلاقي في اخر الجمله كاتب يت، ويت تاتي مع الجمله المنفيه في زمن المضارع التام. يعني حضرتك لما تشوف يت في الاخر فلازم تستخدم النفي عن طريق هاز وهاف، فتقول يا اما hasn't يا اما تقول haven't، وده درس المضارع التام. وهازنت وهافنت بياتي بعدهم فعل في التصريف الثالث اللي هو البي بي. وبالتالي طالما شفت يت في الاخر يبقى لازم اجي في النقطه اجيب هازنت او هافنت يا عم. طب ايه الفرق بين هازنت وهافنت؟ هازنت بتيجي مع المفرد لكن هافنت بتيجي مع الجمع. اشوف اللي قبل النقط مفرد ولا جمع. هي هو مفرد يبقى اقول هازنت. استخدم اللي بين قوسين في ايه؟ اخد الفعل اللي بين قوسين واخليه تصريف ثالث. طب ايه نوت دي يا عم؟ يا عم نوت بتقول لك انك ما تنساش النفي. لما تلاقي نوت يبقى عايزك تعمل نفي، فكاني كتبت هاز نوت اللي هي هازنت، يعني هي دي اللي ساعدتني على النفي. يعني بيقول لك لو ما خدتش بالك من يت انا حاطط لك نوت علشان الاعمى يشوف، لو ما خدش باله من يت انا حاطط لك نوت علشان تعمل نفي. احنا كده كده عارفين القاعده من الشرح ان يت بتخلي الجمله منفيه، فجيب هازنت او هافنت، وجبت الهازنت علشان خاطر اللي هي مفرد. اخر حاجه بس لازم اخد الفعل فينش واخليه في التصريف الثالث. فينش ينهي، علشان اخليه تصريف ثالث احط عليه في الاخر اي دي، يبقى كده بقى تصريف ثالث. رقم 3 حسن اند غاده. خلي بالك لما يقول لك اسمين شخصين مع بعض يبقى دول جمع مش مفرد. already has، وينفع حسن وغاده ياخدوا هاز؟ هتقولي لا ده المفروض ياخدوا هاف. طب ينفع الاوريدي تبقى جايه قبل الهاز او الهاف؟ لا ده بتبقى جايه بعديهم. يبقى انت اول حاجه هتحطه هاف وبعد كده تكتب كلمه اوريدي، لان اوريدي اذا جاءت في وسط الجمله بتيجي بعد الهاز او بعد الهاف. فانا خليت اوريدي تبقى بعد الهاف. وليه جبت هاف بدل هاز اللي موجوده؟ علشان خاطر حسن وغدا دول جمع 2، فرحت حاطط هاف لان الهاف هي اللي بتيجي مع الجمع، وحطيت بعديها اوريدي. بالمناسبه اوريدي ممكن تيجي في اخر الجمله وممكن تيجي في اخر السؤال، اخر الجمله او اخر السؤال. رقم 4 وبتتحط برضو في النص عادي جدا، ولو جت في النص تعامل بيها عادي زي جاست ونيفر، بتيجي في نص الجمله وبتيجي بعد الهاز او بعد الهاف. فاحنا حطينا هاف عشان خاطر حسن وغدا دول جمع، وبعد كده رحت كاتب اوريدي بعدها. هتقولي طب فين الفعل اللي في التصريف الثالث اللي هيجي علشان خاطر هاف؟ اقول لك written اهو يا عم. التصريف الثالث من رايت يكتب، عندنا فعل اسمه رايت يعني يكتب، الماضي منه روت، والتصريف الثالث written، والتصريف الثالث written، يبقى رايت روت written. يلا احفظ. سؤال رقم 4 سلمى has been to Alexandria she is still there. بص يا سيدي، في عندنا مصطلح اسمه been to ومصطلح اسمه gone to. ما الفرق بينهم؟ بص يا سيدي، ده معناه ذهب وعاد. الاولاني been to معناه راح وجه، لكن gone to معناها ذهب ولم يعد. وبالتالي بيقول لك سلمى has been to Alexandria. سلمى has been to Alexandria يعني ذهبت إلى الإسكندرية. ماشي، إيه المشكلة؟ المشكلة في الجملة الثانية بيقول لك she is still there. still يعني ما زالت، وزير يعني هناك، يعني هي لسه هناك ما جاتش. وبالتالي بما انها راحت وما جاتش يبقى تستخدم gone to بدل been to، لان gone to معناها ذهب ولم يعد، اما been to معناها ذهب وعاد. يبقى بدل been هتشيلها وتحط مكانها gone. يبقى سلمى has gone to Alexandria she is still there، يعني سلمى راحت اسكندريه وهي ما زالت هناك، يعني لسه ما جاتش. وبالتالي بما انها ذهبت ولم تعد يبقى gone مش been.
5 the car السيارة ايه has repaired يعني صلحت. يا اخي بالذمة، هي العربية صلحت ولا اتصلحت؟ اتصلحت، يبقى ده مبني للمجهول، لان العربية دي مفعول مش فاعل. العربية تعتبر كأنها مفعول، وبما ان العربية مفعول يبقى لازم تعمل لها مبني للمجهول، لان العربية مش بتصلح، ده بتتصلح او اتصلحت، يبقى لازم تعمل مبني مجهول. طب المبني المجهول بتاع المضارع التام بيتكون من هاز او هاف زائد كلمة بن زائد فعل في التصريف الثالث. هاز او هاف وبن وبعد كده فعل في التصريف الثالث. طب هو جاب لك الهاز، يبقى مين اللي ناقصه؟ والله بعد الهاز هيجيب بن، يبقى لازم ازود بن وبعد كده فعل في التصريف الثالث. طب هو فين؟ اهو ريبيرد ما بين قوسين اخره اي دي، فهو كده كده في التصريف الثالث، يبقى تكتبه زي ما هو. يبقى الاجابه هاز بن وريبيرد مكتوبه بين قوسين. القطعه اللي عندك دي قطعه وبقيتها في الصفحه الثانيه والحل عليها. اول حاجه فارس was walking يعني كان بيمشي. يا سلام. home ده كان مروح للبيت بقى، ماشي للبيت. from school من المدرسة بتاعته. when he saw عندما saw يعني رأى wallet محفظة، شاف محفظة. on the ground على الأرض، يعني هو مروح البيت وشاف محفظة على الأرض. he picked it up يعني التقط، فتحها and opened it دي عايدة على المحفظة. opened يعني فتح ايه بالظبط؟ فتح المحفظة. inside there لقى جواها was a lot of money، كان جواها a lot of money فلوس كتير. and the ID card وبطاقة بطاقة هوية الاي دي. with مع an address عنوان، يعني لقى بطاقة ولقى فيها العنوان. for a moment يعني في لحظة كده، يعني فكر مع نفسه كده. فارس felt يعني شعر. a conflict كلمة conflict يعني صراع، شعر بالصراع الداخلي. conflict inside him يعني صراع inside him يعني جواه. دايما انت ممكن يحصل معاك مواقف، والمواقف دي ممكن ما تكونش على هواك، فتشعر من جواك ان في حته كده ضمير بيأنبك بيقول لك ايه اللي انت بتعمله ده؟ عيب، مش كده يا عم. ده لقى محفظه وفتحها ولقى فيها فلوس، اخد الفلوس ولا اروح لصاحبها؟ فهو حصل له صراع داخلي ان هو مش عارف يمشي ورا الماده وياخد الفلوس اللي جواها، ولا قلبه ويطوع قلبه الحنين الطيب اللي هو بيقول له لا حرام وكده. المهم عمل ايه الولد؟ he thought يعني فكر about ان هو all the things he could buy with the money. all the things يعني كل الاشياء he could buy with the money، كل الحاجات اللي ممكن يشتريها بالفلوس دي. يعني مثلا لقى مبلغ في فلوس، ففكر ان هو بالفلوس دي هيعمل ايه بقى؟ ما هو لقى بقى محفظه، فهو هيعمل ايه بالفلوس اللي فيها؟ فضل يفكر. but then ولكن بعد ذلك he remembered يعني تذكر ايه يا عم؟ the values. كلمة values يعني القيم. his family اللي عيلته had taught يعني taught him علمته. افتكر القيم والأساسيات اللي اتربى عليها. ايه هي؟ they always هم دائما عيلته يعني said كانوا بيقولوا له that being honest أن تكون honest يعني أمين أو صادق was يعني ده كان the most important thing يعني ده كان أهم حاجة. يعني كانوا بيدربوه أو بيعلموه على الأمانة، إن هو يكون شخص honest يعني أمين ويرجع الأشياء لأصحابها. كمل معانا القطعة. قال لك فارس knew يعني عرف what he had to do يعني عرف ايه اللي هيعمله. had to do يعني ماذا يجب ان يفعله، عرف ايه اللي هيعمله. he looked at the address. looked يعني نظر at the address في العنوان، بص في العنوان. هيعمل ايه؟ on the ID card بص للعنوان اللي على البطاقة. and walked for
15 minutes مشي لمدة 15 دقيقة to find the house. find يعني لكي يجد the house المنزل. An elderly man يعني رجل كبير في السن أو ممكن نسميه عجوز. answered يعني رد عليه. the door رد عليه أو فتح عليه الباب. he was very worried يعني كان راجل قلقان كبير في السن وقلقان. and was so happy to see his wallet. والراجل بدأ إن هو مبسوط جدا to see his wallet إن هو شاف محفظته. زمان thanked يعني شكر. زمان thanked يعني الرجل شكر مين؟ شكر فارس. and told him يعني أخبره إيه بقى؟ you are a very honest young man. you are أنت very honest young man. أنت راجل صغير أمين أو شاب صغير أمين. هي دي الكلمة اللي قالها له بس. your family يعني عيلتك. must be يعني يجب أن تكون proud يعني فخورة. أنت عيلتك لازم تبقى فخورة بيك يا ولد. فارس didn't take يعني لم يأخذ any reward. لم يأخذ أي مكافأة. ما خدش أي جايزة من الراجل. walking home وفضل ماشي للبيت. he felt happier شعر إن هو أكثر سعادة. happier يعني أكثر سعادة أو سعيد جدا. شعر إن هو بقى مبسوط عشان هو عمل خير يعني. than من if he had kept the money. شعر إن هو felt happier إن هو أكثر سعادة من إن هو لو كان خد الفلوس. يعني لو كان خد الفلوس واشترى الحاجات اللي كان نفسه فيها ما كانش هيبقى سعيد قد الفرحة اللي فرحها لما رجع الحاجة لأصحابه. ودي على فكرة حقيقة يعني لما تعمل خير وتفك أزمة حد أو تعمل حاجة كويسة مع حد بتحس بسعادة من جواك يعني. دي فطرة عندنا شخصية كل واحد فينا يعني لما بيعمل خير بيحس إن هو مبسوط أكتر من أي حاجة تانية. he realized يعني أدرك ذات أن his self-respect يعني احترامه لذاته didn't come from having لم يأتي من الأشياء but from being ولكن احترامه للذات ده جاي being من أن يكون a person of integrity إن هو يكون شخص جيد. تعال بقى نشوف الأسئلة. the main idea يعني الفكرة الرئيسية. هو عايز يسألك على الفكرة الرئيسية of the passage يعني النص أو القطعة. بيسألك على الفكرة الرئيسية للقطعة. الفكرة الرئيسية بتاعتها إيه؟ how to find a lost wallet يعني كيف تجد lost wallet يعني محفظة مفقودة. ولا acting honestly يعني التصرف بصدق أو بأمانة. التصرف بصدق أو بأمانة. ولا walking home الذهاب إلى المنزل. ولا the importance of the money يعني أهمية الفلوس. لا هو الفكرة الرئيسية إن هو acting honestly يعني كان بيتصرف بأمانة وبصدق. رقم 2 فارس بيجد إيه inside the wallet. inside يعني بداخل the wallet يعني المحفظة. شاف إيه داخل المحفظة؟ أو هيشوف إيه؟ فوتو صورة ولا money and ID card. money شاف فلوس وشاف ID card البطاقة. رقم 4 دي أسئلة بقى مقالية. بيقول لك what value يعني ما القيم أو القيمة. إيه القيمة؟ helped يعني ساعدت فارس make أن يجعل the right decision يعني القرار الصح. right يعني الصحيح. إيه هي القيمة اللي اتعلمها من أهله علمته إن هو أو يتخذ القرار السليم أو الصحيح؟ الأمانة اللي اتعلمها صح؟ هو اتعلم الأونستي. honesty يعني الأمانة. هتكتب له honesty أو ممكن تقول له هو تعلم الأمانة. هتقولها إزاي؟ هتقول he learned. هو تعلم he learned honesty. هو تعلم الأمانة. رقم 5 why لماذا do you think لماذا تعتقد فارس felt happier شعر بأن هو أكثر سعادة after returning the wallet بعد ما رجع الفلوس. ليه شعر ان هو اكثر سعادة؟ دي من عندك انت شفت بايه ان هو حس ان هو اكثر سعادة من ملاء الفلوس. لو طلعت للنص
هتقول لك ان هو فارس didn't take any reward، ما رضيش ياخد اي مكافأة. walking home، فضل ماشي للمنزل. he felt happier than، شعر بانه اكثر سعادة من if he had kept the money، لان هو بان هو احتفظ بالفلوس، يعني هو كان فرحان اكتر من احتفاظه بالفلوس. he realized يعني ادرك that his self respect، ان احترامه لذاته didn't come from having، لم ياتي من ان هو having things. يعني احنا ممكن ننقل الجزء ده ونقول له بسبب ان هو ادرك ان احترامه لذاته، وانقل كل ده لحد الاخر خالص، لحد ما يقفل القطعه. يبقى هو شعر بان هو اكثر سعاده بعد ما رجع الفلوس، هتقول له ان هو ادرك ان احترامه للذات دوت اهم من اي شيء تاني. سؤال رقم 5. 5 ده متكرر، المفروض ده 6. هما 4 أسئلة، 4 5 6 7، ماشي، المفروض 6 أسئلة بس. رقم 6. What does the underlined pronoun it refer to؟ What does يعني ماذا؟ The underlined pronoun يعني ضمير، و underlined يعني تحته خط اللي هو it. refer to يعني يشير إلى. هو عايز يعرف الضمير اللي تحتيه خط ده يشير إلى إيه؟ it. لو طلعنا لقيت هتلاقيني ذكرته لك في نص القطعة كده وأنا بشرح. لما قلت لك it أهو، ده اللي تحتيه خط أهو، بيقول لك إن الضمير it ده يشير إلى إيه؟ هو قال لك opened it يعني فتحها. إيه هي الحاجة اللي فتحها؟ هي كانت المحفظة. يبقى تقول له refer to يشير إلى، هتقول له it refers to يشير إلى إيه؟ the wallet يعني المحفظة. سؤال رقم 7. Do you think فارس is right؟ Do you think يعني هل تعتقد إن فارس is right يعني على حق أو صحيح to give the wallet back، إن هو give the wallet back. give back يعني يرجع المحفظة. هل تعتقد إن هو على حق؟ هتقول له yes I think أو yes I do، لأن السؤال بيقول لك do you. طالما قال لك do you ممكن تقول له yes I do أو ممكن تقول له yes I think so. قال لك why ليه؟ هتقول له لأن دي أمانة أو لأنه أمين. هتقول له because he is honest، لأنه أمين. أو ممكن تقول له لأن الأمانة دي شيء مهم because honesty is very important، لأن الأمانة مهم. وبكده تبقى حليت أسئلة part 2. فضلش غير امتحان بقى هنحله مع بعض على اليونت بالكامل إن شاء الله دلوقتي. وأخيرا هنحل امتحان على يونت 1. أول حاجة الديالوج، بيقول لك two friends، 2 أصحاب راضي وأيمن are talking about، بيتحدثوا عن أيمن's business، العمل بتاع أيمن. فراضي بيقول له hello أيمن I haven't seen you يعني أنا لم أراك for a long time، بقالي وقت كتير. where have you been يعني أين كنت فين يا ابني، أو ذهبت فين، رحت فين. قالوا I have just come، أنا لسه جاي. I have just come back from سيناء، أنا لسه come back يعني لسه جاي راجع from سيناء، من سينا. هيسأله سؤال، قال له great إيه؟ فقال له I have been there، أنا كنت هناك on business في شغل. يبقى ممكن يقول له لماذا كنت هناك؟ لماذا كنت هناك؟ هبدأ أول حاجة بواي، لماذا؟ محتاج لها فعل مساعد أجيبه من تحت اللي هو الهاف، الابوستروف في اي، واي هاف. بعد الفعل المساعد محتاج فاعل اللي هو كان اي، بس الاي يطلع يو. واي هاف يو، وبعد كده بين زير. واي هاف يو بين زير يعني لماذا كنت هناك؟ كنت هناك ليه؟ قال له اون ا بزنس او اون بزنس في شغل. فجه في رقم 2 سأله سؤال تاني، رد عليه قال له planning يعني للتحضير او للتفكير، او بنخطط لتخطيط a new tourist village يعني قرية سياحية. يبقى ممكن يقول له ايه هو شغلك، صح؟
ايه هو شغلك؟ يبقى ماذا هو عملك، يبقى what is your business. what is your business يعني ايه هو البيزنس بتاعك. what is your business. فرد قال له بنخطط لقرية سياحية جديدة. قال له I am sure، أنا متأكد it isn't easy، ده ليس سهلا to do that، إن أنت تعمل ده أو to do so، يعني أعرف إنه ده مش سهل إن أنت تعمل الكلام ده، يعني شغلك صعب. فرد قال له أكيد هيقول له yes نعم، but ولكن it was really interesting، نعم ولكنه شيق. يبقى هيقول له هنا yes، وفعلا الحاجة دي اللي أنا بعملها على قد ما هي ليست سهلة ولكنها شيقة. فجه راضي سأله سؤال، قال له what was يعني ماذا كان the weather الطقس like there، الطقس كان عامل ايه هناك. هيرد عليه يقول له حاجة. طب هيرد يقول له ايه بقى؟ ممكن يقول له الطقس كويس، ممكن يقول له مش كويس. طب انا اعرف منين؟ انزل تحت شوف هل تساعدك بحاجة عن الطقس ولا لا. قال له so you enjoyed يعني لذلك انت استمتعت your stay بالإقامة بتاعتك. بما انه enjoyed استمتع يبقى الطقس كان جيد، يبقى ممكن يقول له the weather الطقس كان اللي هي was دي، وبعد كده ممكن اقول له كان كويس was nice كان لطيفا. قال له so لذلك you enjoyed your stay there استمتعت بالإقامة بتاعتك هناك. هيقول له sure بالتأكيد، أو ممكن يقول له yes نعم. القطعة اللي بعديها confidence معناها ثقة. have ده فعل مساعد يأتي مع الجمع وليه معنى اسمه يمتلك. values يعني قيم. support يعني يدعم. وhas فعل مساعد يأتي مع المفرد. أول حاجة القطعة بتقول everyone يعني كل واحد أو كل شخص has different qualities لديه صفات مختلفة and skills ومهارات. my family's not apostrophe s هنا يعني حاجة خاصة بعيلتي. إيه الخاص بعيلتي؟ has always دائما helped me بيساعدني أو ساعدني to believe يعني أؤمن in myself بنفسي. ايه اللي في عيلتي خلاني اؤمن بنفسي؟ الثقة، القيم، الدعم. ايه في عيلتي خلتني اثق في نفسي؟ دعم عيلتي ده خلاني اثق في نفسي. اقرب حاجة فيهم هي my family support. لما يكون في حد بيدعمك فده بيديك ايمان بنفسك، بتؤمن بنفسك طالما في حد بيدعمك. الجملة الثانية my positive يعني ايجابي. ايه اللي ايجابي فيا؟ like مثل being يعني اكون a good listener يعني مستمع جيد. ايه الحاجة الايجابية فيا اللي بتخليني مستمع جيد؟ الثقة الايجابية ولا القيم الايجابية؟ القيم الايجابية. my positive values يعني القيم الايجابية فيا مثل اني اكون بستمع كويس للناس are my real strengths هي قوتي الحقيقية. because of يعني بسبب of their encouragement يعني تشجيع. بسبب التشجيع I نقط. خلي بالك ان الاي لو ساب لك بعدها نقط، شوف لو جاي هنا فعل في التصريف الثالث زي learned يبقى لازم تستخدم have او has لان ده زمن المضارع التام. والاي تعامل معاملة الجمع في المضارع التام يبقى تستخدم have، فتقول I have learned يعني تعلمت to accept myself أن أتقبل نفسي. my هنا ملكية لازم يجي بعدها اسم. ايه اللي عندي؟ has grown يعني كبر ونمى a lot يعني كثيرا this year هذا العام. ايه اللي عندي كبر وكتير السنة دي؟ ثقتي في نفسي هي اللي زادت. has grown يعني ازدادت اللي هي الثقة بتاعتي confidence يعني الثقة بتاعتي كبرت السنة دي. القطعة دي أول حاجة for a school project يعني مشروع مدرسي. for students يعني 4 طلاب. مين هما؟ هدى وكريم وسارة وعادل. had to يعني اضطروا إن هما work يعملوا together يعني معا، اضطروا إن هما يروحوا يعملوا مشروع مع بعض.
The problem يعني المشكلة اللي كانت عندهم. ايه هي المشكلة؟ was كانت that they were all very different، ان كلهم different، و different يعني مختلفون او مختلف عن بعض، كل واحد مختلف عن التاني. تعال نشوف، هيبدأ يتكلم لك عن واحد واحد. بيقول لك هدى was very creative، هدى دي واحدة مبدعة، هدى دي مبدعة، شخص مبدع. and had وعندها، كان عندها lots of ideas، الكثير من الأفكار، يعني هدى بتبدع وعندها أفكار كتير. لكن كريم was very organized، organized يعني منظم، كان شخص منظم. and liked وكان بيحب to make plans، كان بيحب يعمل خطط، كان بيحب يخطط. سارة was quiet، سارة دي كانت واحدة هادية كده، but ولكن a very good writer، كانت كاتبة جيدة، كانت كاتبة جيدة. مش جاية كده ليه يا سارة؟ كاتبة جيدة أو كاتب جيد. يبقى سارة كانت هادية ولكنها كاتبة جيدة. تعال بقى على عادل. however يعني بالرغم من، عادل بالرغم إن هو was not confident، يعني كان ليس واثقا في نفسه. عادل ما كانش واثق في نفسه. and و didn't share يعني لم يشارك his ideas أفكاره، ما كانش بيشارك معاهم الأفكار. at the first meeting، first meeting يعني في أول اجتماع ليهم. they realized أدركوا، أول اجتماع ليهم أدركوا إيه بقى؟ that respecting يعني احترام، أدركوا إن احترام each others يعني بعضهم. unique identity يعني احترام هوية مميزة لكل واحد فيهم، يعني إن هو كل واحد يحترم هوية التاني أو شخصيته. was the secret ده كان نجاح to great teamwork، نجاح إلى فريق عظيم، إن كل واحد يحترم إيه الهوية المميزة لكل شخص تاني. زي asked عادل، سألوا عادل for his opinion على رأيه. and he shyly يعني بخجل رد عليهم بقى بخجل. suggested اقترح a very clever idea، اقترح فكرة مميزة جدا أو فكرة حلوة جدا. nobody ولا واحد had thought of، ولا واحد فكر في الفكرة اللي عادل اقترحها عليهم. his confidence يعني الثقة بتاعته grew يعني ازدادت when he saw his idea عندما رأى his idea يعني الفكرة بتاعته، لما شاف الفكرة بتاعته was valued يعني قيمت، لما شاف الفكرة بتاعته بقى ليها قيمة عندهم، خلاص حس بأن هو واثق في نفسه. زي combined يعني عملوا اندماج all their strengths لكل القوة بتاعتهم. and created يعني بدأ ان هم ينشئوا an amazing project يعني مشروع مذهل، عملوا مشروع مذهل. زي learned يعني تعلموا that respecting each other، ده هنا متكرر بقى من اول هنا كده، كل ده كده متكرر، كل ده كده متكرر. ننزل نحل الأسئلة. بما انه متكرر هو كده في حاجة في القطعة ممكن ما تكونش كاملة. رقم 1 في الاختيارات the problem يعني المشكلة of the 4 students للأربع طلبة was that كانت إنها they were all إن هم كانوا كلهم إيه؟ the same، المشكلة إن كلهم كانوا the same نفس الحاجة، ولا different مختلفين عن بعض، different يعني مختلف، ولا سك مرضى ولا بيزي مشغولين، لا هم كانوا مشكلة عندهم ان هم كانوا different، كل واحد دي شخصية غير التاني. رقم 2 سارah's main strengths، سارة اللي هي كانت هادية وكاتبة جيدة، القوة بتاعتها الرئيسية انها تكون ايه؟ لو طلعت لسارة هتدور على سارة كده، تطلع لشخصية سارة. فين سارة؟ سارة احنا طلعنا فوق سارة اهي، ادي سارة. was quiet كانت هادية and very good writer وكاتبة جيدة، يبقى سارة دي كانت good writer، يبقى هي organized منظمة
ولا كرييتيف ولا واثقه في نفسها ولا جود رايتر؟ كانت جود رايتر، يعني كاتبه جيده. What was the conflict؟ conflict يعني الصراع between هدى and كريم at the first. هو يعني الحته دي ما ذكرتش بالتحديد يعني، ولكن المشكله كانت عندهم ان هم كانوا كلهم مختلفين. يبقى انا هقول له ايه؟ they all يعني كلهم، they all were يعني كانوا different، كلهم كانوا different يعني مختلفون. 4 in your opinion يعني رأيك، هاخد رأيك بقى في ايه؟ why did عادل's confidence grow؟ يعني لماذا عادل's confidence يعني ثقة عادل grow يعني ازدادت. ليه ثقة عادل ازدادت؟ هتقوم طالع ناقل الحتة بتاعت عادل. فين عادل؟ عادل اهو. عادل بالرغم ان هو ما كانش واثق في نفسه. فين بقى الحتة بتاع عادل؟ اهي. عادل for his opinion زي asked عادل، سألوا عادل على رأيه and he shyly suggested وهو اقترح عليهم بخجل a very clever idea فكرة شاطرة جدا، فكرة مميزة جدا that nobody had thought of ولا واحد فكر فيها. وهو ده اللي خلى الكونفيدنس بتاعته جرو كبرت. يبقى انت هترد من اول هنا، من اول زي asked، او ممكن تقول له when عندما، when زي asked عادل عندما سألوا عادل على رأيه وهو رد عليهم بفكرة جيدة جدا. يبقى ممكن تنقل من اول هنا لحد ما الجمله تخلص منك لحد النقطه، يبقى دي الاجابه بتاعتك. ممكن تقول من اول هنا، ممكن تقول له من اول suggested، هتقول له because he suggested لانه اقترح a very clever idea، بس ممكن تنقل الحته دي suggested a very clever idea، اقترح فكره ذكيه جدا. رقم 5 summarize يعني لخص. كلمه summarize معناها لخص. the main lesson يعني الدرس الرئيسي او الدرس الاساسي. لخص الدرس الاساسي of the group للجروب. learned يعني تعلموا. هما اتعلموا ايه؟ والله الحته اللي هم اتعلموها في اخر القطعه لما قلت لك الحته دي ملغيه. فين بقى؟ اهي. ان هم تعلموا ايه؟ فين learned؟ بعد اجابه عادل his confidence when he saw is very convinced created an amazing project اهو they learned. هتلاقيها فين؟ they realized respecting others unique identity من اول they learned. هو الحته دي ماشي، هي متكرر منها حاجات ولكن هي موجوده هنا في القطعه. هات كده من اول هنا، بص كده they learned يعني تعلموا that respecting each other's unique identity was the secret of a great teamwork. ما هي الحته دي متكرره فوق القطعه دي، فيها حته كده هنا اهي، هي نفس الحته دي، بس هنا كاتب they realized ادركوا وهنا كاتب they learned تعلموا. ماشي، انا ممكن اخد الجزء ده they learned يعني تعلموا when that respecting each other's unique identity was the secret to the great teamwork. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان هم اتعلموا ان احترام، بص they learned that respecting ان احترام each other's unique identity يعني احترام الهوية الفريدة لكل شخص فيهم was the secret يعني دي كانت سر to great teamwork إلى فريق عظيم. هي نفس الحتة اللي قرأناها فوق بتاع great teamwork اهي، نفس الحتة دي بالظبط، بس هنا كاتب they realized لكن هنا كاتب they learned. they realized يعني أدركوا، لكن they learned يعني تعلموا. طب أنت هتنقل منين؟ من أول they learned. they learned that تعلموا أن respecting each other's unique identity لحد آخر الجملة، إن احترام الهوية الشخصية لكل فرد. بس هنا عايزك تسمرايز. هنا عايزك بقى تلخص، يعني ما تنقلش كل ده. ماشي، هم اتعلموا إن احترام الشخص التاني ده حاجة مهمة جدا للفريق العظيم. ممكن أقول له احترام الآخرين مهم. طب احترام الآخرين يعني إيه؟ احترام يعني respecting الآخرين يعني others. respecting others احترام الآخرين. عايز أقول يكون مهم، أقول له is important.
is important يعني يكون هام. is important. رقم 6 give a suitable title. suitable title يعني عنوان مناسب for the passage للقطعة، عايز لها عنوان. والله هما كانوا مختلفين واتفقوا ان هم يتقبلوا بعض، يبقى ممكن اقول له احترام النفس، احترام الاخرين، ممكن اقول احترام الاخرين، ممكن اقول له respecting others احترام الاخرون، ممكن اقول له احترام النفس اسمه self respect يعني احترام النفس self respect. الاختيارات someone يعني شخص ما، هو يعني الذي، is يكون، الشخص اللي بيكون ايه is interested in يعني مهتم بيه، الشخص اللي ايه بيكون مهتم بيه discovering يعني اكتشاف new things new يعني جديد وthings يعني اشياء، الشخص اللي ايه ده اللي مهتم بالاشياء الجديده. confident يعني واثق، ولا curious يعني فضولي، ولا supportive يعني داعم، ولا unique يعني مميز. الشخص الايه هو اللي بيكون عايز يكتشف، الشخص الفضولي curious. رقم 2 the opposite يعني عكس كلمة unique مميز، عايز عكس مميز. special يعني خاص أو مميز، ولا common يعني شائع أو طبيعي أو عادي، هي دي عكس مميز common. ولا different مختلف، ولا shy خجول، هي common عكس مميز يبقى common. unique يعني مميز أو فريد من نوعه، عكسها common يعني عادي. 3 means beliefs the beliefs يعني المعتقدات and principles والأساسيات that guide يعني بترشد أو بتخليك أو بتوجهك how we live كيف نعيش. إيه هي المعتقدات اللي بتخليك تعيش إزاي؟ differences يعني الاختلافات هي اللي بتخليك إزاي تعيش، ولا values القيم اللي أنت متربي عليها؟ القيم values. ولا بورتريتس الصور، ولا ميرورز المرايات؟ يبقى values هي الاختيار المناسب. It's not good ليس جيدا ليس جيدا to feel stressed أن تشعر بالتوتر. You should try ينبغي أن تحاول أو تجرب إن أنت to be يعني أن تكون more يعني أكثر إيه؟ حاول تكون أكثر إيه؟ panicked يعني مذعور، ولا confused يعني مرتبك، ولا relaxed مسترخي؟ حاول تكون مسترخي. يبقى you should try to be more relaxed حاول أنت تكون more relaxed مسترخي أكثر. good friends الأصدقاء الجيدين should be ينبغي أن يكونوا إيه؟ and help each other ويساعدوا بعضهم البعض in difficult times يعني الأوقات الصعبة. الأصدقاء الجيدين لازم يكونوا إيه؟ supportive يعني داعمين، ولا stressful يعني ضغط عليك، ولا mean يعني وسيلة، ولا weak يعني ضعيف. الأصدقاء الجيدين لازم يكونوا supportive يعني داعمين ليك. the journey يعني الرحلة of self self service، ولا self discovery، ولا self defense، ولا portrait. والله هو المصطلح المشهور عندك self discovery، وده معناه اكتشاف الذات. helps you بيساعدك understand who you really are بيساعدك أن تكتشف أنت مين. الجرامر اللي تحت she not decide on a topic for her project yet. تعال على yet في آخر الجملة بتيجي مع الجملة المنفية، يبقى الجملة المنفية يا إما hasn't يا إما haven't زائد فعل في التصريف الثالث. طالما لقيت yet يبقى تجيب هنا hasn't أو haven't. طب الشي هي مفرد يبقى تجيب الهازنت. not ده بيوريها لك عشان يعرفك ان انت هتعمل نفي، خلاص ملهاش لازمه. decide يعني تقرر، هتخليها في التصريف الثالث فتضيف عليها حرف الدي لان هي كده اخرها ايه. she hasn't decided on a topic for her project yet يعني هي لم تقرر على topic يعني موضوع على مشروعها حتى الان. all the tasks
tasks يعني المهام، كل المهام for the project للمشروع. والله مهام المشروع have finish يعني بتخلص. هي مهام المشروع خلصت او بتخلص ولا هي اللي بتخلص؟ حد تاني هو اللي بيخلص، لان المهام مش هتخلص، ده هي اللي بتخلص. يبقى ده لازم يتعمل له مبني للمجهول. طب المبني للمجهول في زمن المضارع التام هتجيب هاف عادي، بس قبل ما تخلي فينش في التصريف الثالث، يعني هاف دي هتنزلها زي ما هي، بس تزود كلمة بين علشان ده مبني للمجهول، وتاخد فينش تحط لها في الاخر ايه دي، يبقى هاف بين فينش دي يعني تم الانتهاء منها باي ذا تيم. باي معناها بواسطة، ولو بتحل وشفت كلمة باي بواسطة دي بتأكد لك ان السؤال ده مبني للمجهول. هنا ريرايت يعني اعد كتابة الجملة بطريقة صحيحة، وده نوع من الأسئلة نسبة كبيرة ممكن يتطبق في الشهادة الإعدادية، وممكن يتطبق وممكن لا، لسه مش عارفين الأكيد من الوزارة. عامة هو سؤال من الأسئلة اللي بتقويك في الجرامر، بتساعدك في الجرامر، حلو جدا. سلمى went to الأقصر يعني ذهبت إلى الأقصر and came back. came back يعني رجعت، يعني هي راحت ورجعت. عايزك تستخدم المصطلح been to. لو فاكر ان been to كنت قلت لك من شوية ان بيجي قبليه has أو have، ومعناه بالعربي ذهب وعاد، يعني راح لمكان ورجع، بس لازم تحط قبليه هاز او هاف. فاحنا ممكن نشيل كلمة وينت ذهب دي ونحط مكانها بين، فنقول سلمى، نحط بس هاز علشان سلمى مفرد، وبعد كده نكتب بين تو الأقصر. سلمى ذهبت إلى الأقصر. مش لازم أقول له and come back and came back، لأن كلمة بين تو أصلا معناها ذهب وعاد، فمش لازم أقول له came back رجعت، لا هي خلاص كده خلاص وصل المعنى. سلمى has been to الأقصر يعني سلمى ذهبت إلى الأقصر وعادت، لأن been to معناها ذهب وعاد، فمش محتاج إن أنا أكتب كلمة and came back ورجعت. 2 she has done يعني هي فعلت her homework الواجب بتاعها. عايزك تستخدم كلمة homework ونخلي الاتش كابيتال. طالما خلى الاتش كابيتال يبقى عايزك تحط homework في الأول، يعني تبدأ بكلمة الواجب. طب هو بيقول لك هي عملت الواجب، فهو عايزك تبدأ بكلمة الواجب، فتقول له الواجب عمل ولا اتعمل؟ اتعمل، يبقى انت لازم تعمل مبني للمجهول للواجب. طب هو كاتب has done، هتقوم انت كاتب له has been done، هتزود كلمة been بس، لأن المبني للمجهول أهو فكرك بيه، بنجيب has أو بنجيب have وبعد كده بنزود كلمة been وبعد كده فعل في التصريف الثالث. فاحنا بس هنزود كلمة been، يعني بدل has done هنقول has been done. طب ايه الفرق؟ has done يعني عملت الواجب، لكن has been done يعني اتعمل، فاحنا هنقول الواجب اتعمل مش الواجب هو اللي عمل، فعشان كده عملنا مبني المجهول فزودنا كلمة been. يبقى homework has been done. ممكن اقف لحد هنا، ممكن اجي في الاخر اقول له بواسطتها، اقول له by her، وهير دي اللي هي المفعول من كلمة شي، فانا اخدت شي حطيتها في الاخر بس خليتها بقت مفعول، by her بواسطتها. رقم 3 بيقول لك بسنت studied يعني درست English for 10 years مدة 10 سنوات درست انجليزي. هو عايزك بقى تستخدم كلمة since، بدل for هتحط since عادي، هي نفس الجملة، هتقول له بسنت، بس خلي بالك طالما هتحط since في الجملة فلازم تخلي الجملة مضارع تام. المفروض هنا كان فيه has، هنقول له has studied، لازم نحط has او have تاني. خليني اكتبها لك، لازم تبقى الجمله مضارع التام طالما هتحط فيها سنس، يبقى تقول بسنت has وبعد كده تكتب studied، has studied English يعني درست انجليزي، شيل فور وحط مكانها since فتكتب since، بس مش هينفع تكتب 10 years 10 سنين، لان since بيجي وراها اسم السنه، فانت حضرتك هتحسب ال10 سنين من النهارده، يعني احنا في 2025 شيل منها 10 سنين يبقى 2015، يبقى اقول له منذ 2015 2015 منذ سنه 2015، فحسبت 10 سنين شلتهم من السنه بتاع 2025 فبقت 2015، لان سنس لازم يجي بعدها اسم السنه، لازم يتحط بعدها اسم السنه. وبكده يبقى احنا انهينا يونت 1 بالحل بتاعه. بنحل واجب، نعمل لك ان شاء الله فيديوهات تانية مخصصة للشرح بشرح لك فيه كل قاعدة بكل درس، وهنركز على كل حاجة تانية في المنهج بإذن الله في فيديوهات تانية كتير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.